اتفقنا ان المواد الخام دخلتها الفرن لدرجة حرارة بسيطة في الأول بتصل ل 950 درجة تكون لي أكاسيد الأسمنت. نتيجة عملية الكلسنة في 4 أكاسيد أساسية 3 أكاسيد ثانوية. الأكاسيد دي نسبها أو مكوناتها بتحدد الأسمنت أو الكلينكر اللي في الآخر هيبقى خصائصه إيه. فلازم الكيميائيين يحددوا النسب للأكاسيد دي مظبوط. فجي كيميائي اسمه بوج هو اللي عمل معادلات كيميائيه بحيث ان تاخد كام في المية من اكسيد كذا وكام في المية من اكسيد كذا وكام في يطلع لك الكلينكر في الاخر خصائصه كذا. الاربع اكاسيد الاساسيه اكسيد الكالسيوم. اكسيد الكالسيوم اللي هو الجير اللي هو CaO، الكيميائيين بيدوا له اختصار اللي هو حرف السي بس. ثاني اكسيد هو ثاني اكسيد السيليكون، اختصارا ليه اللي هو بيسموه السيليكا اللي هو SiO2، اختصاره حرف الاس بس. ثالث اكسيد اللي هو ثالث اكسيد الالومنيوم، برضو اختصارا بنسميه الالومنيوم Al2O3 او اختصارا حرف الاي بس. رابع اكسيد اللي هو اكسيد الحديد Fe2O3 اختصاره حرف الاف بس. يبقى انا عندي 4 اكاسيد اتكونت لي من المواد الخام اللي هم الاربعه الاساسيين لو تفتكروا. الاكاسيد دي ليها نسبه مئويه، اكبر حاجه او النسبه المئويه الاساسيه هو الايه؟ الجير، نسبته من 60 ل 67%، توصل للتلتين اهي. يبقى تلتين الاسمنت في الاخر هو عباره عن ايه؟ عن جير. السيليكا من 17 ل 25%، الالومنيوم من 3 ل 8%، الحديد حاجه بسيطه جدا من نص ل 6%. خلي بالك الجير قلنا ايه؟ بتوصل ل 67%. طب ليه ما زودش شويه؟ لو تفتكروا كان في الاول المحاولات بتاعه فيكات لما اكتشف جاب الجير وطحنه، كان جايب الاول عنصر ده بس وعمل له عمليه الاماهه اللي هي الحرق في الفرن وطحنه، اول خطوه لخطوات البورتلاند. كانت مشكلته الاساسيه في الجير هو التغيرات الحجميه، يعني لما الجير ده بتحط عليه الميه وينشف كان بيبقى متلاصق ومتماسك، لكن كان بيشرخ بعد كده نتيجه الانكماش والتمدد اللي بيحصل، فكان بيشرخ وفي الاخر تتفتت. يبقى مشكلته هي عدم ثبات الحجم، ممكن مش نتيجه العوامل الجويه بس، ممكن نتيجه العوامل الكيميائيه، يعني نتيجه الكبريتات القلويات برضه تتفاعل معاه وتسبب عدم ثبات الحجم. تيجي بعد كده تاني عنصر اللي هو السيليكا، لو زودته عن 25% دي بيحصل مشكله كمان. ايه هي؟ بطء عمليه الشكل او عمليه التصلب. يعني انت بتقعد بعد ما تحط الميه على الاسمنت ساعه ساعتين وتلاقيه تصلب ونشف. تخيل لو كان في كميه سيليكا كبيره هتقعد فتره اطول عشان خاطر تحصل عمليه التصلب دي، فما نزودوش عن 25%. معامل السيليكا بحسبه بحيث ان هو يكون في رينج من 2.3 ل 2.7. عباره عن ايه معامل السيليكا؟ هو نسبه السيليكا اللي هو ثاني اكسيد السيليكون على مجموع الالومنيوم والحديد، الالومنيا واكسيد الحديد اللي هنقوله بعد كده. ثالث اكسيد اللي هو اكسيد الالومنيوم معامل السيليكا. اكسيد الالومنيا في المقام لو زودته معنى كده ان معامل السيليكا ده هيقل، لانه في المقام انا بقسم عليه. معامل السيليكا ده لما يقل اللي يحصل؟ الاسمنت هيشك وهيتصلب بسرعه. نسبه السيليكا لو زادت الاسمنت بيشك بطيء جدا، لو زودت الالومنيا هيسرع من ايه؟ من شك الاسمنت. اخر اكسيد الحديد، هو ملوش اي تاثير على الشك او التصلب، الزمن بتاعي مش هيتسرع ولا هيتبطأ، لكن هو اللي بيديني في الاخر اللون الايه؟ الرمادي للاسمنت. الحديد اكيد لونه ايه؟ لونه غامق. فاكسيد الحديد ده هو بس بيديني اللون الرمادي الداكن. نسبة اكسيد الالومنيوم لما تقسمها على نسبة اكسيد الحديد النسبة دي ما تقلش عن 66%. ومعامل السيليكا في الاخر لما تعمل المعادلة بين الثلاث اكاسيد دول يطلعوا لي في الرينج من 2.3 ل 2.7. الثلاث اكاسيد الثانويه قلنا في عندي 4 اكاسيد رئيسيه قلناهم، في 3 اكاسيد ثانويه بيتكونوا لي. ثانويه لانهم نسبتهم المئويه قليله خالص. عندي اول حاجه اكسيد المغنيسيوم واكسيد البوتاسيوم والصوديوم، الاثنين بنسميهم القلويات. وعندي ثالث اكسيد الكبريت. اكسيد المغنيسيوم بيبقى نسبته من 1/10 ل 4% من وزن الاسمنت، خطير جدا
لانه برضو بيسبب لي عدم ثبات حجم الايه الاسمنت النهائي. عدم ثبات حجم الاسمنت كمان ممكن يجي نتيجة تفاعلات مع القلويات. القلويات اللي هو اكسيد البوتاسيوم واكسيد الصوديوم، اللي هم الاملاح، يعني القلويات او الاملاح اللي هم اكاسيد الصوديوم واكاسيد البوتاسيوم. برضو ما تزيدش وجودهم في الاسمنت عن 6 في 10. الحاجه 1.3 من 10 دي بعض المواصفات يقول لك لا ما تزودهاش كمان عن 6 من 10% من وزن الاسمنت، عشان ما يحصلش التفاعل القلوي. اسمنت القلويات دي تفاعل مع الاسمنت وبتكون لي مواد اسمها اترنجات. المواد الاترنجات دي عباره عن مواد شرهه للميه، في نص الميه حجمها بيزيد في وسط الاسمنت، فبتسبب لي الشروخ وبتسبب لي تفتت الايه الاسمنت، بتسبب لي عدم ثبات حجم الاسمنت. اخر حاجه اكسيد الكبريت. الكبريت ده اللي هو موجود في الجبس، برضو انا ما بزودش عن 5%. ليه من الجبس؟ لان برضو زيادته هتسبب لي عدم ثبات في حجم الاسمنت في الاخر. كون لي من عمليه الحرق دي مواد غير قابله للذوبان، او ساعات بيبقى في كميه جير في الفرن ما بتخشش في عمليات التفاعل المعقده اللي بتكون لي الكلينكر، ما دخلتش في سلسله التفاعلات دي، فبالتالي المنتج النهائي مش هيطلع مظبوط. فالمواد الغير قابله للذوبان دي تبقى اقل من 1.5%، اتاكد عشان ما تبوظليش خصائص الاسمنت. في فواقد بالحرق اللي هو ثاني اكسيد الكربون وهو طالع من الفرن، ساعات بياخد معاه بعض العناصر، عاده بتبقى اللي هو اكسيد الصوديوم والبوتاسيوم، دول اللي انا مش عاوزهم عشان التفاعل القلوي ده، بيطيروا لي مع ثاني اكسيد الكربون. فدي برضو ايه ميزه، ان هي تطلع ايه بفواقد بالحرق بتبقى اقل من 3%.